الملف رقم 439 هنتكلم فيه عن العمليات المختلفة اللي ممكن نعملها باللينكو على السيكوال سيرفر، على السيكوال سيرفر داتابيز، زي سيلكت وانسيرت وابديت اند ديليت. كان سبق في الملف 432 لو رجعت له هتلاقي ان احنا عملنا لينك بلينكو سيكوال سيرفر داتابيز، عملنا استدعينا الداتابيز، استدعينا البيانات وعملنا كويري وجبناها من الداتابيز وعملنا اللينك دي، لكن ما عملناش لا انسيرت ولا ابديت ولا ديليت. طب ايه اهميه الموضوع؟ ما هو ده اللي بنكمل بيه الموضوع بتاع اللينكو. احنا عملنا بيه كويريز كتير وعرفنا قوته في موضوع الكويريز، لكن ما عرفناش ازاي نعمل اللي هي يعتبر عملنا سيلكت في الملف، بس ان احنا فتحنا السيكوال سيرفر وعملنا كده، لكن ما عملناش لا انسيرت ولا ابديت ولا ديليت. كان الملف 432 بنتكلم فيه عن اللينك، وهفتح لك الملف واوريه لك دلوقتي. الملف رقم 432 لما عملنا له ران كنا عاملين لينك تو سيكوال سيرفر. لما ندوس كده طبق كويري وجاب كويري وجاب لي الحاجات. يعني عمل ايه؟ افكرك كده ببساطة ان احنا استخدمنا الكلاس اللي اسمه CC2 داتا كونتكست، وعملنا الاوبجكت ده منه، اللي بدأنا من الاوبجكت ده نقدر ناكسس كل الداتابيز في السيكوال سيرفر. وطبعا كان عندنا الكمبيوتر كامباني 2 دي اللي احنا كنا مستخدمينها. فلو انت رجعت للملف، انا مش هعيد الملف تاني، ازاي بنعمل كونكشن على السيكوال سيرفر. طب وبعد كده بعد ما عملت كونكشن، انا كل اللي عملته عملت كويري بس، واستدعيت الداتا دي وعرضتها في ليست بوكس، بس مش اكتر من كده. اللي هو احنا لو عملنا ران كده بعد ما عملت الكونكشن دي بالطريقه، الخطوات الويزرد اللي احنا استخدمنا فيها، ضفنا اللينك تو سيكوال، قدرنا نجيب الكلام ده. مش بنجيبه بقى من داتا في البرنامج ولا اي حاجه، لا بنجيبه على طول من السيكوال سيرفر، من الداتابيز نفسها. طب عايزين نتعامل مع الداتابيز ونعمل عمليات فيها، نعمل اد وديليت وابديت وكده. عايزين نعمل بقى، عملنا احنا سيلكت، عايزين نعمل انسيرت وابديت وديليت. طب ليه عايزين نعمل كده؟ لان انت لو رجعت تاني افكرك بالموديل بتاع الادو. في الموديل بتاع ادو عملنا العمليات كلها بالداتا ادابتور، اللي هي ديليت ويوزنج انسيرت وابديت وديليت. وعملنا مش كده اكتفينا كده بس، لا في السيكوال سيرفر عملنا العمليات دي بعد ما اتعلمنا ازاي نستخدم الادو، وفهمنا الموديل كله وازاي ناكسس الداتا من الداتابيز وازاي كل الكلام ده. في الاخر عملنا العمليات دي احنا في اللينكو. الملف بس 432 اكسسنا الداتابيز، السيكوال سيرفر داتابيز، وعرضنا المحتويات بتاعتها، لكن ما عملناش اد وما عملناش ديليت وما عملناش ابديت. ده اللي احنا عايزين نعمله. بس الفكرتي وجهة نظري ان انا عايز اشرح الكلام ده من غير ما اعمله قدامكم، اجيب مثال معمول اوريدي واشرح الفكرة عشان اوضح الموديل ده شغال ازاي، وبعد كده اعمله خطوة خطوة. يعني انا عايز اشرح في ملف الكلام ده، الموديل شغال ازاي خطوة خطوة، يعني ايه كونكشن وفكرة الشغل ازاي والاوامر بتتعمل ازاي، وبعدين امسك الملف ده اعمله معاكم هو نفسه خطوة خطوة. انا عايزك بس ترجع للملف 432 وتراجعه بس، لكن انا هشرح الملف 439. قبل ما اخش في الملف واشرحه معاك، افكرك بان احنا عملنا في كورس الادو بالادابتر ومن غير الادابتر طبعا. من قبل ما استخدم الادابتر ما استخدمت الكوماند اوبجكت، واستخدمت الريدر، واستخدمت الكونكشن اوبجكت، الثلاثه دول، وعملت اكسكيوت زي ما شرحنا كده الاوبجكتس بتاعت الادو. وبعد كده استخدمنا الادابتر في سيلكت وانسيرت وابديت وديليت، وشغلنا داتابيز زي دي. افكرك بس تفكير بسيط كده. انا مجهز الملف ده، قلت يعني انا لو عملت سيلكت الادابتر سيلكت بتظهر لي البيانات دي. لا انا عايز اعمل انسيرت، اضيف له مثلا بيان رقم 15 مثلا سي، واكتب له اي كلام كده، اضاف 15 ده. طب انا عايز اعمل ابديت لل 15 ده، اكتب 15 اهي هي نفسها 15. عايز اعمل ابديت، اخلي الحروف دي في اقول له ابديت بقت في. طب انا عايز اعمل ديليت ل 15 نفسه، اعمل 15 ديليت. ده كنا اتكلمنا بس عشان نشوف الاوامر،
وتحت كل بوتون من البوتونز دي اوامر كتير. يعني مثلا انسيرت، ابص الاقي اوامر، كميه اوامر، مع ان الادابتور اختصر الاوامر دي، بس شايفين سطور قد ايه عشان اعمل انسيرت واوامر بقى واكتب كويري. طبعا اللينك اختصر الكلام ده كله، اختصر الكلام ده كله، ما بقاش فيه كل الهيصه كتير جدا دي اللي تحت كل امر. مع ان انا هنا كنت عامل مثال بسيط، يعني مفيش اي حاجه فيه، مفيش تفكير فيه. والابديت برضك كان فيه كود كتير، كود كتير جدا. والديليت كان فيه برضك نفس الكلام. ولكن الحاجات دي تم اختصار الكود هو لان برضك اللينك هو شغال فوق الايه، الادو. حتى الانتيتي فريم ورك اللي احنا هناخدها بعد حبه شغاله فوق الادو، كله شغال في كله، معتمد على الادو. عشان كده انا اهتميت بشرح الادو جدا. لازم نكون فاهمين المفاهيم اللي شركة مايكروسوفت بتشتغل بيها وازاي بتطور. يعني هي بدأت الادو طبعا كان حاجة انجاز عظيم. يعني بعد كده بدأت تشتغل باللينكو، بعد كده بالانتيتي فريم ورك اللي هو بقى فيه امكانيات اعلى من اللينكو، ولكنهم كلهم زي درجات كده ماشية ورا بعضها. يعني هي اللينكو موجود جوه الانتيتي فريم ورك، يعني امبيدد جوه الموديل نفسه، ما هو ملغاش الموديل ده، فاصبح انه بيستخدم الاكستنشن واللامدا، كل الحاجات دي كلها اللامدا سينتكس او لامدا اكستنشن بيستخدمها في كل الشغل بتاعه. لكن الاوامر الكلاسز اللي بيشتغل بيها، يعني انا هنا كنت شغال بالادابتور، والفكره بتاعت الادابتور ده كلاس من الكلاسات اللي كان شغال بيها الادو. هو لا، شغال بقى بكلاسز تانية متطوره عن اللينكو. احنا لسه معرفناش اللينكو هنعمل اد وديليت وابديت ازاي. فالمقدمة دي كانت ضرورية جدا ان نربط التلاتة موديل دول ببعض، هم مرتبطين اوريدي ببعض. بس في ناس بتخش على طول على تشرح الانتيتي فريم ورك من غير ما يمر على الحاجات دي، فكأنه جاي من عالم اخر يعني. لكن لا، انا لازم احنا شارحينها اساسا، لان ممكن في لحظة معينة تلاقي الدنيا اتغيرت وبدأوا يعملوا حاجة كده تانية. فكونك انت فاهم الحاجات دي فبتقدر على طول بسهولة ان انت تستخدمها بشكل جيد. تابع بقى معايا المثال بتاعنا اللي في اللينك اللي هيعمل بيه ايه، الاد والديليت والابديت. المثال بتاعنا اللي هوريك المثال لما نعمله رن ايه اللي حصل، يعني ايه اللي احنا بنعمله. يعني هو مثال بسيط جدا، والسبب ان انا مبسط الموضوع. يمكن هدي مثال تاني او مثال تالت كمان. السبب ان احنا نبقى فاميليار مع الموديل ونفهم شغال ازاي، وبعد كده اخش على الانتيتي فريم ورك وادي مثال برضك بسيط زي اللي قدامنا ده. كان سبق اديته في القناه، لكن هشرحه ضمن مكونات كورس الايه، اللينك. ان انا هقول لان اللينك في السيكونس بتاعنا اللي احنا شغالين بيه، كنت انا حاطه في البلوك كده كنت حاطه جوه، يعني اللينك حاطط معاه انتيتي فريم ورك، الاتنين في صله وثيقه بينهم يعني. فعشان كده انا هدي المثال التاني ده، وكده ابقى انا خلصت من الايه، من الكورس ده. واي حاجه جديده هنقولها هتبقى جوه التطبيقات. يعني انا هعتبر اللينك والانتيتي فريم ورك 1 كورس اللي هو 7 ده، مش هزود. يعني ده اللي انا استقريت عليه عشان ما نضيعش وقت اكتر من كده في المفاهيم العاديه يعني. طب نرجع تاني للملف بتاعنا اللي انا عايز اتكلم فيه. احنا دي داتا جريد فيو، ودول مجموعه تكست. وانا لما اعمل ران للمشروع ده، هو مجرد ما اقول له سيلكت هيجيب لي، هيستدعي من السيكوال سيرفر ملف موجود عندنا في الكمبيوتر كومباني دي، او الكمبيوتر كومباني، ان جايب لي الناس كل واحد في برانش، او دي شركه ما. داتابيس كنا شرحناها قبل كده في كورس الداتابيس ديزاين، كورس رقم 3. بنفس الداتا اللي فيها كنا عملنا لها ديزاين في السيكوال سيرفر. احنا دلوقتي الداتا دي احنا اوريدي جبناها استدعيناها مش اكتر. اللي انا ده بسلكت. طب انا عايز اعمل انسيرت، الكلام ده معمول باللينك ومش معمول باي حاجه تانية، باوامر خاصه باللينك. فانا عايز اضيف عنصر معين. انا هختصر الموضوع وهدوس على مثلا 103، ده هيظهر لي هنا دبل كليك هنا على دي، زي ما سبق وشرحنا الفكره دي بتاعت دبل كليك او نعمل حاجه يجي لي الحاجه في التكست في ملف الموظفين والملفات الاخرى اللي احنا ملف الفاتوره، حاجات كتير جدا يعني شرحنا الفكره دي. لكن انا كان هدفي كله ان بس اعمل حاجه اوريك ان انا عايز اخلي 103 ده اخليه 104، كأن انا كتبته يعني، بس مكسل ان انا اكتب فهكتبه. واخلي امال دي اسميها امال 4 مثلا، وماهر دي 4، والمرتب ده كأنه ريكورد جديد يعني، وهنا 5. واقول له insert.
طبعا انا ما خدتش بالي وانا بدخل ان هو كان 104 ده موجود عندي، فعشان كده ادى ايرور. انا مش عامل بقى طبعا انه ما يكونش متكرر، انا مدي مثال بسيط عشان نشرح بيه فكرة الاوامر بس بتاعت اللينكو يعني. فما كتبت 104 ما كنتش اقصد ان 104 ده موجود، فانا عموما اختار اهو تاني 103 104 واخلي انا عندي اخر حاجة 108 اخليه 109 عشان ما يتكررش يعني. واخلي بقى الاسم ده ازود له حرفين ايه كده، وازود لده ايه وازود للمرتب ده خمستين يعني كده، واقول له انسيرت. ابص الاقيه بقى موجود هنا 109 وهنا في ايه وكده. وفعلا انا لو فتحت السيكوال سيرفر هلاقي الداتابيز دي بقى فيها الكلام ده. الداتابيز اللي اسمها كمبيوتر كومباني 2 تقريبا. هنفتح دلوقتي السيكوال سيرفر. الموظفين سيلكت، هنشوف الريكورد ده اتضاف ولا ما اتضافش. اهو اتضاف 109 كي اي خالد اي الرقم بقى 3 يعني الداتا بتاعتي اتضافت في هخليه مفتوح طبعا، بس هجرب عمليات تانية.